مرة تانية أهلا بحضراتكم. يعني دايما كده الحقيقة بيبقى مشرفنا صديقنا المحترم الأستاذ أحمد عبد المنعم رئيس شركة الساحل للسياحة. أستاذ أحمد شرفتنا النهاردة ومتشكرين أنت دايما الحقيقة بتلبي الدعوة. ازيك يا استاذ فيصل، ايه اخبارك؟ الحمد لله متشكرين يا باشا. دايما الحقيقة بتبقى معانا، ويمكن عايز أبدأ الحديث ملف السياحة ملف مهم جدا جدا، وإحنا طبعا دايما بنتنقل بين الملفات المهمة في الشهبندر. لكن الحقيقة من كام يوم كده في تصريح مهم جدا جدا دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واتكلم عن ملف السياحة وإزاي يكون في تنويع في المنتج لجذب سياح جدد. دي حاجة مهمة جدا. انتوا كشركات قطاع خاص شفتوا الموضوع ده ازاي؟ خلينا في الاول، احنا بنهنئ شعب مصر العظيم والقياده السياسيه بذكرى انتصارات اكتوبر. واحنا القياده السياسيه بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس الوزراء لاهتمامهم بملف السياحه. في اهتمام في الفتره الاخيره من الدوله بملف السياحه. يعني السيد رئيس الوزراء القرار بتاع قلت من كام يوم كده قال لك ان احنا عاوزين ننوع السياحه، وده صح. احنا عاوزين نشوف بقى دول شرق اسيا. يعني انا ان شاء الله باذن الله في الجزء ده فعلا يعني احنا عاوزين نشوف السياحه دي مهمله. يعني السياحه دي مهمله، بس فعاوزين نشوف دول شرق اسيا وان شاء الله خير. التنوع ده انتوا كشركات شايفينه ازاي؟ يعني التنوع ان انت يمكن الاهتمام موجود، لكن تنوع الخدمات ده هيجذب سياح جدد. يمكن انت بتسافر وتشوف الدنيا بره. هو احنا دلوقتي لازم نطلق التأشيرة الإلكترونية عشان تبقى التأشيرة متاحة لأي سايح على مستوى دول العالم. احنا دلوقتي لازم نعمل منظومة التأشيرة الإلكترونية، وعملتها دول كتير زي السعودية والإمارات وكل حاجة التأشيرة الإلكترونية. فاحنا لازم نطلق منظومة التأشيرة الإلكترونية، ويبقى من خلال وزارة السياحة ان اي حد عاوز يجي يزور مصر تبقى مفتوحة له مصر. طب ما هو اكيد مفتوحة دلوقتي وموجود الموضوع يعني، بس مش بتبقى بالسهولة دي. يعني في بعض الدول بتبقى محتاجة موافقات أمنية ومحتاجة حاجات زي كده. فاحنا لازم الحاجات دي كلها تبقى من خلال منظومة رقمية تابعة لوزارة السياحة المصرية. ربط برضو السياحة الترفيهية بالسياحة الثقافية ده مهم جدا يعني. والله هي السياحة الترفيهية وده مركز عليه يا دكتور. هو السياحة الترفيهية، يعني احنا عندنا زيادات في أعداد السياح. شرم الشيخ إن شاء الله السنة دي كان في نسبة زيادة ما يقرب من 15%. مرسى علم ما برضو النسبة مش أقل من 15% نسبة الزيادة فيها. والساحل الشمالي هو دلوقتي مدينة العالمين. يعني لازم نبص للسياحة في البحر المتوسط. هتبقى مدينة العالمين الجديدة، هتبقى منافس قوي للسياحة في تركيا وللسياحة في اليونان. الاهتمام بالملف السياحي مع ان شاء الله الشهر الجاي بيتم افتتاح المتحف الكبير، فاكيد ده هيكون له مردود كبير جدا جدا على السياحة في مصر وزيادتها، ودي مهمة جدا. هي يعني المفروض الدولة دلوقتي اتجاهات الدولة، بس الدولة لوحدها مش كفاية. القطاع الخاص، وبناشد الجماعة اخواننا المستثمرين في القطاع الخاص، احنا عشان كده حضرتك موجود معانا النهارده. احنا عندنا عجز في الغرف الفندقية، سواء في الأقصر أو في أسوان أو في السياحة النيلية. يعني في اهتمام كبير من الدولة. يعني معالي السيد وزير السياحة هو حاليا في فندق شتايجنبرجر في الأقصر في اجتماع مع المستثمرين، وبيشوف ايه المشاكل بتاعتهم، وبيشوف ايه الحاجات الاستثمارية اللي ممكن هيعملوها المرة الجاية. طب ده كويس. انتوا كمان كشركات لازم يكون لكم مقترحات بناء على شغلكم. يعني انتوا اللي في المطبخ زي ما بيقولوا بتشتغلوا، يعني بحيث ان المستثمر حتى اللي بره او السايح ما بيجي بناء عليك. هو احنا لابد ان يكون في دور لهيئة تنشيط السياحة، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. ان هيئة تنشيط السياحة لازم توصل تظهر مصر بصورتها الحقيقية لكل دول العالم. يعني يبقى في مهرجانات. يعني انا كنت في اخر زيارة دي لألبانيا، كنت في ألبانيا. ده الكلام ده قريب ولا من حوالي اسبوعين كنت في ألبانيا. دي رحلتك الأخيرة دي؟ الرحلة الأخيرة كنت في ألبانيا. فلقيت ان لقيت مهرجان للسعوديين هناك. وزارة الثقافة السعودية وهيئة الترفيه السعودية. دي صور المهرجان اللي
هيئه الترفيه السعوديه كانت عامله ندوه في تيرانا، وكانوا عاملين هم بيوصلوا الثقافه السعوديه والسياحه السعوديه، وعاملين هيئه الترفيه عامله يعني عامله ندوه ترفيهيه في تيرانا. فاحنا لازم برضو نعمل مهرجانات فرعونيه وحاجات كده على اساس نقدر نظهر مصر بصورتها الحقيقيه. طب انتوا كشركات، انا لما يكون عندي فكره وعندي مقترح اترجمه لورقه عمل كده واقدمه للجهات المسؤوله، لان الكلام بالبق برضه صعب شويه، لازم يكون عندي ورقه. لا، هو لازم الجهات المسؤوله يبقى فيها الهيئه نفسها هي بتعتمد على الكوادر اللي فيها. اغلبيه الكوادر حاليا ان هم ما فيش تواصل بينهم ما بين اصحاب الشركات. يعني الحته دي احنا بنفتقدها. رحتوا حد قال لك لا؟ لا، ما احنا بص اقول لك خليني بس لا انا هو بكلمك. بص اقول لك احنا في حاجات ان احنا عايزين، لكن ما فيش حد عاوز يعمل. انت رحت؟ انا رحت قبل كده، حبني منتجع. لازم الشركات يبقى فيه ورقه عمل زي ما بقول لحضرتك كده، كل واحد يقوم بدونه. لسه كنت بقول في الفقره الاخباريه استاذ فيصل، المفروض احنا دلوقتي انت بتطلع وكل الناس دلوقتي بقت تسافر وتشوف مطارات العالم كويس. احنا كام مره قلنا ان احنا عاوزين المطارات. الخدمه في المطارات. كويس. الخدمه في المطارات عايزه تطوير، تطوير طبعا. تطوير مطارات كلها. احنا ان شاء الله وباذن الله مطار الاقصر هتاخده شركه فرنسويه، يعني هو في استجابات طبعا من الحكومه ان مطار الاقصر ان شاء الله هتاخده شركه فرنسويه الايام الجايه وهيطوروه. بس انت اطلع بره وشوف المطارات، يعني البلاد اقل من مصر. عايز تشوف التجارب اللي بره وتبتدي نطبقها هنا. احنا مش اقل من الناس دي. يعني احنا مش اقل من الناس دي. انما احنا في الفتره الاخيره الحقيقه الجهود كبيره جدا جدا، بحيث ان انا حاسس ان ملف السياحه بيتنقل. لا، هو في وبعد شهر 11 هتلاقي نقله ثانيه خالص. في جهود من الدوله. ايوه في اهتمام، والسيد رئيس الوزراء مهتم جدا بملف السياحه، مهتم جدا بزياده اعداد الطاقه الاستيعابيه للفنادق. وان شاء الله وباذن الله الموسم اللي فات كان موسم حلو، والموسم اللي جاي هيكون احلى واحلى، وفي زياده في اعداد السياح، وده من صالح مصر طبعا، لان ده بيخلينا يدينا ارتاحيه شويه في العمله الصعبه. ايوه. برضه انت كشركات شايف في زيادات فعلا في الفنادق، في الغرف، في الحاجات دي، يعني انقل النبض ده. يعني انا في صديقي الاستاذ عمر يوسف، ده الاوتيل مانجر بتاع شتايجن برجر نايل بالاس الاقصر، رفع كفاءه الفندق في الفتره الاخيره. انا شفت الكفاءه اترفعت في الاكل. بيجي الاكل حاليا في شتايجن برجر نايل بالاس من احسن الفنادق اللي انت بتاكل فيها في الاقصر، وعنديهم مركب هيستوريا وخدمات تانية كتير كمان. ورفعوا الخدمات. انا نفسي كل الفنادق ترفع الخدمات. صح. يعني انا اخش اخد خدمه في الفندق، يعني الجوده في الاكل، الجوده في النظافه، الحاجات دي كلها احنا كنا مفتقدين الحاجات دي. فدلوقتي في الفنادق بدات ترفع في الكفاءه بتاعتها. طب حلو. انا كان عندي ضيف الاسبوع اللي فات واتكلمنا في قصه المعارض، لكن هو قال حاجه مهمه جدا انا عجبتني جدا. قال ان احنا المعارض بشكل عام، يعني مش في قطاع بشكل عام، لازم نطوعها، نحط لها حاجه كده، اللي يجي معرض يعني كانه جاي سياحه كمان. فانت بتروح معارض كتير وتروح ايفنتات كتيره بره. يعني هو المفروض المعارض مصر يعني يبقى فيها معرض السياحه. يعني في معرض، احنا عندنا معرض الحج والعمره بيتعمل هنا. بس احنا عاوزين نعمل مهرجانات. ايوه، يبقى في مهرجانات. يعني انا لما كنت انا لسه راجع من ميونخ، كان في مهرجان اكتوبر فيست في ميونخ. ده بيزوروا 6 مليون سايح في مده حوالي 16 يوم، من يوم 20 سبتمبر ل 6 اكتوبر. مهرجان شغال من 20 سبتمبر ل 6 اكتوبر. فاحنا لازم يكون في مهرجانات هنا في مصر، وبالذات في الدول يعني في المحافظات الثقافيه. يعني الاقصر احنا ما عندناش الا غير مهرجان السينما الافريقيه، وده بيتعمل كل سنه في شهر 2. لازم يكون في مهرجانات تاني، في احتفاليات في المعابد. عايز تقسم السنه كمان. بالظبط. طيب قول لي، يعني دايما بنتكلم عن السياحه الثقافيه والسياحه الترفيهيه، فرق لي كده بينهم وقول لي يعني يتم دعمهم ازاي؟ حلو. السياحه الثقافيه دي بتبقى اللي هي السائح بيجي يشوف الحضارات، بيشوف زي الاهرامات، المتاحف. أيوة. بيشوف الثقافه الفرعونيه. دي السياحه الثقافيه. السياحه الترفيهيه بتبقى سياحه الشواطئ. أيوة. يعني والغطس بتبقى زي الغردقه وشرم الشيخ، دي مصنفين هي سياحه ترفيهيه او سياحه شاطئيه. الاقصر، اسوان، القاهره سياحه ثقافيه.
الحاجات دي احنا نستفيد منها في الفترة اللي جاية بعد الحالة التطويرية اللي بيمر بها القطاع السياحي يعني. هو في الفترة الأخيرة وإن شاء الله بعد افتتاح المتحف الكبير هيكون في نقلة تاني في مجال السياحة. بس احنا بنناشد السيد رئيس الوزراء ان هو يسرعوا في انشاء فنادق لمحافظة الأقصر وأسوان، لأن المحافظتين دول مش ماخدين يعني المكانة بتاعتهم، لأن الأقصر بتضم تلت آثار عالم. ايوه يعني الأقصر فيها تلت آثار العالم، يعني المفروض 80% من السياحة اللي بتنزل مصر تنزل الأقصر. طيب. بس ما فيش الطاقة الاستيعابية اللي هي اللي تشيل الناس دي. طيب نطلع فاصل ونكمل كلامنا. فاصل ونرجع لحضراتكم من جديد. مرة تانية مع حضراتكم وأهمية ملف السياحة. وقبل ما أروح لضيفي ونستكمل حديثنا الأستاذ أحمد عبد المنعم، خلينا أرحب بالأستاذ ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر. يا أستاذ ثروت، أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟ أهلا بيك وبالسادة المشاهدين وضيفك الكريم رجل الأعمال الشاب أحمد عبد المنعم. أهلا بيك وأهلا بكل أهلنا في الأقصر. سلامنا لكل أهلنا في الأقصر الحقيقة. كل تحية والتقدير من أهالي الأقصر ليكم. يا أستاذ ثروت، يعني إزاي بتشوف اهتمام الدولة بالملف السياحي وأنت طبعا رئيس غرفة شركات السياحة والتطوير اللي فيه الملف ده في الفترة الحالية؟ والله أنا بشوف الاهتمام مش من الدولة بس، من سيادة الرئيس طبعا. يعني الاهتمام من سيادة رئيس الجمهورية بقطاع السياحة، وكان لقاءه الأخير مع وزير السياحة يشيد بذلك، واهتمامه بافتتاح المتحف العالمي واستقباله لملك اسبانيا. ده هينشر السياحه وبيدل على اهتمام الدوله بقطاع السياحه واثار اعجاب ملك اسبانيا واهتمامه بالاثار المصريه. وحتى سيادته سال على اعداد السياح الاسبان اللي بيصلوا الى جمهوريه مصر العربيه. هذا كله الاهتمام بتاع الدولة واهتمام الوزير بالسياحة، لأن السياحة ديت زي البترول، تفتح الحنفية تشتغل على طول. تمام؟ طبعا. فالسياحة هي من الدخل الأساسي لجمهورية مصر العربية. والنهارده الوزير بعد نص ساعة احنا داخلين اجتماع مع مستثمري السياحة بالأقصر، وداخلين اجتماع كمان نص ساعة. وراجل من امبارح في الأقصر وزار بعض المناطق السياحية افتتاحها الأثرية، وهناك إن شاء الله تدفق للسياحة هذا الموسم نتفائل به كلنا جميعا إن شاء الله. يعني شايف القطاع السياحي فيه تطوير في الفترة دي، وخاصة كمان بعد افتتاح المتحف هيكون الملف السياحي هيتنقل في حته ثانيه. انا شايف كده، حضرتك شايف الموضوع ده ازاي؟ انا شايفه ان بعد افتتاح المتحف هيكون فعلا احنا في حته ثانيه عن الاول، لان المتحف ده دعايه عالميه في الافتتاح. صح. وبعدين ده اكبر متحف في العالم. صح. وكل الاوروبيين والامريكان كلهم بيحرصوا على زياره المعبد ده مستقبلا. فطبعا دي حاجات بتهم السياحه كلها وهتنشط السياحه كلها وهتزيد من تعداد السياح. طب عشان اسيبك تدخل الاجتماع بتاعك كده، قول لي مردود التطوير ده على الشركات القطاع الخاص نفسها، هل متوقع تزيد في الفتره اللي جايه وتدخل استثمارات جديده؟ كل التسهيلات اعلنها السيد وزير السياحه بالنسبه للتطوير، بالنسبه للفنادق، بالنسبه للمراسي، بالنسبه للشقق المفروشه. واخر قرار اخذوا ان يقوم بترخيص الشقق المفروشه لو سايح في اوضه. تمام. فان شاء الله اعداد كثيره بدات بالترخيص عشان يبقى على نمط. هي شغاله اوريدي في نزله السمان في الاقصر في اسوان، بس احنا بننافس اسبانيا في هذا الصدد. وهتلاقي في طفره في الشقق المفروشه اللي هو الهوستل او البنسيون، هو مهتم جدا بالحاجه ديت. بدل ما هم مشغلين كده دون اطار من وزاره السياحه، لا هو حطهم تحت امبريلا وزاره السياحه. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا
استاذ ثروت عجمي رئيس غرفه شركات السياحه بالاقصر. خلينا نروح استاذ احمد ازاي بتشوف دور النيل في تنشيط السياحه بالتحديد؟ والله دي نعمه عندنا، احنا ازاي نستفيد منها؟ والله هو من الموسم اللي فات هو في زياده في اعداد السياحه النيليه، وفي انشاءات لبعض المراكب السياحيه. ان المجال النايل كروز بدا فيه تطوير في النايل كروز، وبدات يرفعوا الكفاءه بتاعت المراكب نفسها يعني. بدا ان احنا نسمع اسعار ما كناش نتوقعها قبل كده، بدا في زياده في اسعار الكباين. يعني احنا الاول كنا شغالين مثلا من $50 فيما فوق، دلوقتي في نايل كروز بيوصل سعر الليله $1000 في الاقصر، وفي المراكب اللي هي بين الاقصر واسوان. النيل بقى احنا شايفين طبعا في استعدادات كانت اللي احنا شفناها في اليومين اللي فاتوا دي. شفت الفيضانات طبعا اللي مرت بيها السودان، بس طبعا في ظل القياده الرشيده، في ظل القياده السياسيه اللي احنا شايفه رؤيه مستقبليه للحاجات دي، زي ما في التوشكا اللي عاملينه، وزي ترعه النيل الجديد اللي هو معمول في الصحراء الغربيه. واحنا ما شفناش طبعا السد العالي طبعا كان حاجز منيع للفيضانات دي، وعندنا استعداداتنا احنا، يعني عندنا استعداداتنا. بالاضافه ان وزاره الري باذله مجهود كبير في الفتره اللي فاتت في الحفاظ على النيل وعلى اراضي طرح النهر. ايوه طبعا. احنا عندنا دلوقتي، انا بشكر شخصيا سياده اللواء مفيد، لان في النقل النهري ده ما بيوقفش اي حاجه. احنا شايفين من عنده، والمره اللي فاتت برضه انا شكرته، اي حاجه بتروح عاوز يخلص اي رخصه في وقت قليل. كويس جدا. ففي بعض المسؤولين طبعا في وزاره النقل النهري بقى الصراحه متعاونين جدا معانا. طب انا قبل ما انهي لقائي معاك، من كواليس الشركات والمستثمرين اللي عايزين يدخلوا قطاع السياحه ده والتسهيلات دي، شايف ده ممكن الفتره اللي جايه بعد حتى اهتمام الدوله الكبير وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف السياحه، ان هيدخل مستثمرين جدد في القطاع ده؟ طبعا. احنا شفنا دلوقتي مراسي البحر الاحمر. مشروع زي مراسي البحر الاحمر ده اللي هينطلق ان شاء الله ما بين سفاجه وسوما باي، ده هيغير يعني هيغير حاجات كتير في الغردقه وسفاجه، وهيفتح مجالات عمل كتير. يعني ده هيوظف الاف العمال. اي مشروع بيتعمل بيوظف عمال. احنا كلنا بنناشد الاخوه بتوع القطاع الخاص، ايوه، ان هم يشتغلوا، صح، لان دورهم يعني الدور بتاعهم مش كل حاجه على الدوله. صح. احنا عاوزين بتوع القطاع الخاص يشتغلوا، وعاوزين الدوله تسهل لهم الامور. طب ما الدولة دخلت وسهلت. أنا حلوة الجملة اللي أنت قلتها احنا عاوزين يا باشا، هم لازم هيشتغلوا كذا. لو لجي أنا حاسس إن في دعم الدولة وبس وبشغال وبروح من هنا، كله لازم يحس إن في الدولة مديالك دعم مش دعم مادي، لكن دعم معنوي. صح. إن أنت أنا ما أروحش يعني خلاص أنا هطلع رخصة أو هشتغل. سهل لي الامور، انا مش عاوز الا غير الدوله تسهل الامور للمستثمرين. ده اللي قاله الاستاذ ثروت، قال لك في تسهيل، في تسهيل حلو جدا. بس احنا لازم ندعم الناس خلاص، يعني لازم ندعم. والقطاع الخاص حاليا شريك اساسي في بناء هذا الوطن. هو اساس النقله واساس التطوير في الفتره اللي جايه، صح؟ طبعا احنا شفنا تطوير. احنا شفنا تطوير ومن احسن لاحسن، وان شاء الله الموسم اللي احنا فيه ده هيكون من احسن الموسم السياحي اللي في مصر. طب قبل ما اختم معاك، في رساله ليك من الكنترول من زمايلنا، انت معانا ان شاء الله في حلقه بعد افتتاح المتحف ان شاء الله وباذن الله. سجلوه عليه على الهواء يا جماعه ان شاء الله وباذن الله. انا بشكرك، شرفتني النهارده، ودايما الحقيقه بتبقى لقاءاتك ممتعه مع شهبندر. شكرا استاذ فيصل، وشكرا لاخواننا في القناه. اعزائي المشاهدين، انا بشكركم شكرا جزيلا، يا رب يكون الملف يعني النهارده ضفنا حاجه، لان الملفات مهمه جدا جدا. بلدنا الحقيقه فيها نماذج وفيها ابنائها المخلصين. انا بشكركم شكرا جدا، وان شاء الله مع موعد الاسبوع القادم اذا قعدنا حيين، اذا اراد ربنا، وملف جديد وموضوع جديد. شكرا والى اللقاء.